السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعين قناة أسعار الماعز البور. لو أي حد لسه أول مرة بيشوف القناة يا جماعة، قناة أسعار الماعز البور متخصصة في الماعز البور فقط لا غير. كل سنة وحضراتكم طيبين. رقم التليفون الأول للتواصل للعرض الجميل ده 011 44 71 42 64. الرقم تاني ولا بلاش برجعه انتوا بقى الايه الرقم عشان خاطر الفيديو ما يطولش معانا. العنوان أسيوط بيروت. بسم الله ما شاء الله. العرض ده يعتبر عرض للسلالة وعرض للعيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا العيد الأضحى المبارك إن شاء الله. احنا في ذو القعدة اهو. فإن شاء الله الأيام الجاية هيبقى فيه عروض لحم كتير وهيبقى فيه شغل يعني إيه. طبعا انتوا عارفين يعني إن احنا أهم قناة في الماعز البو عموما. فلازم نبقى احنا متابعين مع بعض كده. بص بقى عزيزي المشاهد الجميل، وعزيزتي المشاهدة طبعا. الجدي ده خليط بور، بس بسم الله ما شاء الله يعني ايه محترم جدا. يعني الدكر بسم الله ما شاء الله هو ينفع طلوقه وينفع ضحيه. الدكر ده كسر 4. الوزن بتاعه زي ما انتم شايفين كده حاجه محترمه. ده لو اشتغل ورا نتايات شامي او نتايات بلدي هيحسن عندك انت التحويل، وهيحسن السلاله عندك. ماشي. غير كده كمان، ولو دخل على بور مثلا خليط بور او جيل اول او كلام من ده، لا هيبقى الموضوع مختلف معاه. الدكر خلي بالكم مظلوم في التسويق. الدكر ده ضخم، حتى باين من حجمه بينه وبين المعزه اللي قدام منه. غير كده بسم الله ما شاء الله الدكر شاطر في الطلوقه. يعني برضو معلومه كده احنا بنتكلمه، ما تفرحش بالدكر اللي هو الغشيم. الدكر زي ما انتم شايفين كده هو كده بي ايه بيحفز النتاج. وبالمناسبه بيقول لك في واحده بتقول لجوزها انت تعرف ان الثور بيتجوز 500 مره في السنه. راح ردد عليها وقال لها اساليهم كده بيتجوز نفس الجاموسه في كل مره. ايه يا ابو ادم النكت البايخه دي، ما علينا. فزي نرجعوا بقى للعرض بتاعنا الجميل ده. ان شاء الله يا جماعه، الدكر ده مطلوب فيه 13 ونص. آه زي ما انتم عارفين ان شاء الله العيد جاي. وحتى لو احنا حسبناه بسعر اللحم، الاسعار دلوقتي من 250 ل 260. هو طالب من حضراتكم بس معلش خدمه كده، يعني كل واحد يكتب اسعار اللحم في المنطقه بتاعته، سواء وجه قبلي او وجه بحري او مطروح او حتى خارج مصر. يكتب سعر اللحمه عنده قد ايه. بالنسبه طبعا للماعز للقايم السعر ماسك كام. فانت لو حسبت 13 ونص على الوزن بتاعه، هو تقريبا يعدي ال 50 كيلو بالراحه. يعني احنا مش عايزين نبالغ ونقول 60 وكلام من ده، بس احنا هنقوله ايه 50 كيلو. لو 50 كيلو في 250 حتى، هتلاقي مثلا، معلش عشان الحسابات بتختلف عندك. احسبوا انتوا بقى، احسبوا انتوا، انا لسه هنحسب. انا نقول لكم المعلومه وخلاص. المهم يعني في الاخر ان هو هيعدي السعر اللي هو ال 13 ونص. وخلي بالك يا عزيزي المشاهد، الاضحيه اللي هو بالنسبه للجديان، في ناس بتفضل المخاصي اللي هو المخصي. لا، الجدي اللي هو بحبه بيبقى اطعم واحسن في الاكل. يعني بيبقى اطعم واحسن في الاكل، لان الجدي اللي هو المخصي بيبقى جسمه ما فيهوش ماده التستيرون. ماده التستيرون ديت بتخلي يعني بتخلي الجدي المخصي لحمه زي لحم النتايه بالظبط. انما الماده ديت لما بتبقى في الاضحيه، بتلاقي الطعم مختلف، وبتلاقي اللحمه ماسكه نفسها عن اللحمه اللي هي ايه، آه، بتاعت جديان مخصيه. مع ان في ناس بتفضل المخصي، بس احنا بنقوله ده معلومات بقى اكيده ان اللحم اللي هو بتاع اللي بحبه افضل، افضل واحسن. قصه الزفاره ديت بتيجي من الجزار. الجزار لو نضيف مخلاش الشعر او الجلد، الشعر دخل على اللحم وهو بيسلق، خلاص كده هتلاقي الايه اللحمه نضيفه. وفي ناس قبل ما تذبح بتغسل الجدي او الضحيه بميه وصابون وكلام من ده، بحيث ان هو حتى لو الفروه جت على اللحم بيبقى برضه ما فيهوش ايه، الزفاره دي. اي حد يا جماعه عايز يعرض معانا ان شاء الله، رقم التليفون للتواصل 010 95 4 50 60 7. وانتظرونا ان شاء الله في فيديو هيخليك تتعامل ازاي في السوق. يعني فيديو بحيث ان لو حد عايز ينزل الاسواق بتاعت الاضاحي يعرف يتعامل ازاي ويخلي باله من ايه، ويعرف يشتري ازاي ويبص على ايه وهو بيشتري الضحيه، وايه الحاجه تبان معاه نضيفه ازاي والكلام ده كله. ان شاء الله الفيديو ده انا محضر له بقاله فتره، بس حابب ان انا انزله يعني ايه قبل العيد مثلا بشهر او باسبوعين، الايام الجايه يعني. فانتظرونا واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. ويا ريت عزيزي المشاهد تكتبهم في التعليقات ايه نوعيه الفيديوهات اللي عايزين نقدموها غير العروض. يعني مثلا لو عايزين فيديو تعرفوا الفرق بين الاجيال ازاي،
عايزين فيديوهات مثلا للعلاج، عايزين فيديوهات، مع ان في الفيديوهات دي موجوده بس عادي ممكن نكرروها تاني وتالت. بسم الله ما شاء الله. يعني احنا بص، احنا بنتكلم بقالنا قد ايه وهو الذكر شاطر بيلعب مع النتايه بحيث ان هو يحفزها. يعني طبعا انتوا فاهمين انا بنقول ايه يعني، بس يلا مش مشكله عشان خاطر في اطفال ممكن بتكون بتتفرج علينا، فمش عايزين نفسروا الكلام اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده الذكر جميل جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.